السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بعد مكسب. يعني هرمنا على رأي الراجل بتاع تونس اللي قال كتير قوي كتير قوي، يعني فترة كبيرة جدا الزمالك ما بيكسبش وما بيسجلش. انا اتنططت مع جونسيف جعفر تنطيط غريب، يعني انا حتى ما كنتش مصدق، ولادي ما كانوش مصدقين اصلا ان انا عامل كده يعني. خلينا ابدا الاول من تصريح نبيل معلول اللي هو قال فيه ان الزمالك فريق كبير وهو بيتمنى ان هو يقصيه من المجموعات، لان هو لو واجهه في الادوار الاقصائيه هيبقى الموضوع اصعب. التصريح ده بيقول اللي احنا بنقوله على طول، ان الزمالك فريق كبير وفريق يخوف وفريق تقيل، والترجي شايلين همنا وعارفين انه ديربي وان هو وارد ما يكسبش، وان الماتش ما بيننا وبينهم حتى لو في اسوأ حالاتنا رايح جاي. الفرقه محتاجه تفوق، محتاجه تفوق من كتير. اللي حصل النهارده يعني هو مش معناه ان الفرقه فاقت، احنا عاملين زي ما يكون مريض يعني، وبنحاول يعني ربنا يكرم ويطلع يعني. مشكلة ان يعني خسارة بلوزداد في القاهرة عقربت المجموعة جدا وعقربت الدنيا جدا، بس يعني عندنا امل ان احنا ان شاء الله على الاقل نطلع. يعني كان صعب جدا ان احنا نطلع من غير ما نسجل، يعني كان صعب جدا ان احنا نطلع من الجولة الرابعة. يعني السنة اللي فاتت احنا طلعنا من الجولة الرابعة، فكان صعب جدا ان احنا نطلع حتى من الجولة الرابعة، اللي هو مش لاخر جولة عندك امل يعني مش ممكن يعني. ده احنا الزمالك يا اخوانا، عيب يعني. النهارده بدأنا الماتش ب 4-3-3. صبحي في حراسة المرمى انا شايف ان هو كان كويس رغم الغلطة اللي عملها، يعني اللي هي عمل فيها فاول، اللي هي الكرة الطويلة دي اللي هو زحلق فيها بسبب تأثير ملعب البرج العرب. قدامه أربعة: عبد الغني، حسام عبد المجيد. المفروض إن عبد الغني هو المدافع الأكثر خبرة، وعبد الغني كل ماتش بيلبسنا، يعني كل ماتش بيلبسنا سبب في جون يعني. حسام اللي هو بياخد كل الكور عرضيه، وكان واضح جدا ان مدافعين الترجي في الكور الثابته مركزين مع حسام، عارفين ان هو اخطر حد عندنا وعارفين ان هو اتقل لعيبه عندنا يعني في الكور الثابته، وكانوا ماسكينه. حتى فكره القطر اللي بيعملها فيرا ان ثلاثه لعيبه يقفوا مع حسام عبد المجيد قبل ما يخش، حتى الفكره دي كانوا مش مدين حسام فرصه انه يقف لوحده، يعني ان هو يقف مع زمايله يعني طول الوقت. توجاي ده كان بيجي يمسكه على اساس ان هو ما يطولش، لدرجه ان هو من كتر الضغط على حسام في كورتين، واحده منهم جت لحمزه المسلوسي، والتانيه تقريبا جت لحد تاني برضو، من كتر ما هم مش مركزين مع اي حد غير حسين، انهم عارفين ما حدش عارف يحطها غير حسين. فتوح، خليني بس قبل ما اسيب فتوح اتكلم في نقطه. انا في كل الفيديوهات اللي اتكلمت فيها من السنه دي والسنه اللي فاتت كنت باكد ان الفرقه كان فيها 4 أو 5 لعيبه مستواهم فارق عن بقيه اللعيبه، وهم اللي ينفعوا يبقوا اساسيين في الزمالك. كنا اتكلمنا في الونش وفتوح وزيزو وامام قبل ما يمشي، كان الونش وفتوح وزيزو وامام هم دول اهم لعيبه في الفرقه. فتوح المشكله اللي حصلت والاصرار على الكلام اللي اتقال خسرنا فتوح شهرين. يعني فتوح اخر ماتش لعبه اسوان، وفضل تقريبا الفتره دي كلها بيلعب خفيف قوي لتبعات الموقف اللي حصل وكشف المنشطات والدوشه وخناقته مع رئيس النادي وان هو ما كانش بيتدرب، ويعني والفيلم ده. الزمالك عنده مشكله في الخروج بالكره من نص ملعبه، خصوصا مع خروج امام كمان. يعني كان وجود امام وكان طارق كان اتحسن فيها قبل ما يمشي، لا دونجا ولا اشرف ولا يعني سيف ابتدى يشتغل فيها شويه. فتوح من ضمن الاساليب اللي بنعرف نخرج الكره من نص ملعبنا. مع كامل تقديري لعبد الشافي، عبد الشافي النهارده 36 سنه. لو في فيرود ممكن يلعب ل 36 سنه، لو في جون ممكن يلعب ل 36 سنه، صعب جدا ان انت تطلب من ظهير طرف ان هو 36 او 37 سنه يفضل واخد الملعب رايح جاي ويبقى مطلوب منه مهام دفاعيه ومهام هجوميه. يعني الموضوع تقيل جدا. عبد الشافي ممكن يبقى بديل، ممكن يسعفك، انما تعتمد عليه كباك ليفت اساسي كانت خساره فادحه يعني. لعبنا برؤى ودونجا اللي هم النهارده يعني احسن شويه، بس انا فعلا مستعجب من مستوى دونجا. انا يعني كنتش متخيل ان هو خفيف كده في الضغط وبيفقد الكوره وتدخلاته، يعني كنت مستني احسن. لدرجه ان انا شايف ان رؤى مردوده احسن، يعني رؤى يعتبر احسن حد بيلعب 6 في كل اللي في السكواد بتاعنا على كل اللعيبه اللي احنا جبناها يعني، وده غريب برضه. سيف جعفر النهارده كان ممتاز جدا في الشوط الاولاني، بالذات
في الهاي بريشر اللي كان بيعمله فريرا على لعيبه الترجي على قلب دفاعهم وسرعته وخفته وكده، كان كويس جدا. وتغييره انا شايف ان هو كان تعب. اصل هو المشكله ان سيف اصلا بيلعب الدور بتاع 8، ده جديد. سيف متعود ان هو بيلعب 10 فوق الكوره طول عمره. سيف ما عندوش الحته بتاعت ان هو يضغط ويلتحم. فهو فريرا يعني بيحاول يطلع منه نسخه افضل. هي ممكن تفرق مع مستوى سيف قدام، بس هو سيف بدنيا بيتعب، وبيجي على الدقيقه 60 و70 بيبان عليه التعب. سيف وقدامه كان بيلعب زيزو اللي هو سلاحنا الاول والاخير. حتى لما بيبقى وحش بيبقى الامل في عرضيه يلعبها زيزو، او كوره يلعبها زيزو، او ترقيصه يعملها زيزو، او بينالتي يسجله زيزو زي ما عمل جونين وسجل بينالتي. وتحت سيف اللي النهارده، خلينا نتكلم الاول فريرا لعب ازاي. فريرا ادرك اولا كذا حاجه. اولا سوء ارضيه ملعب برج العرب اللي ما بتمكنش الفرقه انها تعرف تنقل. فالنقل في نص ملعبك في منتهى الخطوره. يعني احنا ماتش فاركو احنا استقبلنا بسبب كوره قلشت من حسام عبد المجيد بسبب سوء ارضيه الملعب. فالفكره ان برج العرب نجيله الملعب سيئه جدا، فانت طلوعك بالكوره بيبقى اصعب. ففريرا قرر انه مش هيلعب كوره على الارض في نص ملعبنا خالص. صبحي عنده ميزه اللي هي بتاع الكوره الهاند بالايد والرجل الطويله اللي بيعملها دي، بقى يستلم ويلعبها، او بتروح لفتوح يحاول يطلع على جنب من الجناب. انما من قلب الملعب احنا ما حاولناش نطلع خالص. وفي نفس الوقت معلش بواقي البرد بس. في نفس الوقت هو عرف ان قلبين الدفاع بتوع الترجي بطاء وتقال، وكانوا هم اللي بيحضروا الهجمه. فضغطنا عليهم ضغطنا عليهم ضغطنا عليهم، بقينا نحدف لهم الكوره وهم يبداوا الهجمه ونضغط. غلطوا وسجلنا. وكان سيف جعفر هيقطع الكوره من معز بن شريفيه، وخدنا والكره الطويله بتاعت صبحي تسببت في البنالتي اللي جابه زيزو، وتقدمنا 2-0 والماتش مشي بشكل كويس. سيف الجزيري عنده ميزه كويسه جدا في المساحات. لما الفرقه اللي قدامنا بتبقى بتهاجم او سايبه لنا نص الملعب وملعوبه كوره طويله، بيعرف يحضن، بيعرف يحط جسمه، بيعرف يروح في مساحه، بيعرف. يعني هو النهارده انا كنت حاسس ان توجاي وجنبيه اسمه المساك التاني بتاع الترجي مرياح اعتقد، ياسين مرياح، كانوا فعلا متهددين بيه جامد، خايفين منه. يعني ان هو اسرع منهم وهو اخف منهم. يعني في كوره خد منه، في كذا كوره خد منهم فاول، خد البنالتي، اتحرك كتير. انا شايف ان الجول الثاني تتويج لمجهود، عمل ماتش كويس. يعني خلينا نقول اللي لينا واللي علينا، هي صعبه بس هو لحد دلوقتي احسن فيرود موجود في الفرقه. طبعا مش احسن حاجه بس هو اللي متاح، فاحنا بنلعب على قد المتاح. يعني في نقطه برضه، الزمالك عنده مشكله في التسجيل غير المشكله بتاعه الخروج من نص ملعبه بالكوره لخروج اللعيبه. فالزمالك لما بيتاخر في النتيجه بيبقى صعب جدا يرجع. ما عرفناش ترجع قدام اسوان، ما عرفناش ترجع، بيبقى صعب جدا يرجع. ففكره ان فريرا حاول الماتش ده ان هو ما يديش فرصه للترجي ان هو يتقدم علينا، ساعدت كتير قوي في شكل الفرقه. لان انت لما بتخش الماتش، يعني الغلطه اللي خسرنا بيها ماتش الترجي دي صعبت يعني جيم الترجي في تونس كان ممكن يطلع 0-0 لو ما استقبلناش. ان اول ما بنستقبل بنندفع للهجوم، فلا بنهاجم ولا بندافع. الفرقه فيها دفوهات كتير جدا، فانت لو انت قررت تندفع وتهاجم فانت مش سهل ان انت تسجل، لان انت بيتقفل على زيزو، لان زيزو ساعات بيضطر ينزل ياخد دور هو صناعه اللعب. فبالتبعيه ما بيبقاش فيه خطوره اصلا، الكور الثابته بتتقفل. سيف الجزيري في الزحمه والمساحات الضيقه ما بيبقاش كويس. فبالتبعيه الموضوع بيتصعب، يعني الموضوع بيتصعب. فخلينا نقول ان احنا لو ان شاء الله رحنا الجزائر، يبقى الهدف الاول ان احنا نحاول ما نستقبلش، نحاول ما يخشش فينا جول. انا عارف ان الناس ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا بمكسب. خلي بالكم ان احنا برضو في ميزه، احنا رايحين مش هنلعب في الملعب بتاع بلوزداد. هم ما نقول لهم الماتش بره ملعبهم عقوبه، هيلعبوا في ملعب عنابه. الجماعه الكبار اللي زي في السن فاكرين ملعب عنابه ده منتخب مصر في 89 عام حقق بيه نتيجه التعادل مع الجزائر اللي سهلت له بعد كده الوصول لكاس العالم بالماتش بتاع القاهره. فالملعب ليه ذكريات حلوه على الكره المصريه. في نفس الوقت جمهور بلوزداد مش هيبقى مالي الملعب النهارده، ما كانش مالي الملعب، بس اعتقد قدام الزمالك ممكن يملى الملعب. بس هو الملعب اعتقد ان هو ترتاني زي معظم ملاعب الجزائر يعني. فخلي انا شايف ان احنا نحاول نجزأ الماتش بفكره ان احنا ما نستقبلش، لان الزمالك لما بيلعب تحت ضغط ان هو متاخر في النتيجه اسوأ شيء، اسوأ شيء حرفيا يعني. احنا كسبنا الترجي 3-1 زي ما كسبناهم في السوبر 3-1،
وساعتها كسبنا بطوله من الاهلي بعدها وتاهلنا في المجموعات. فان شاء الله يبقى وشها خير، وان شاء الله ربنا يسهل والدنيا تمشي. الترجي ضغط الشوط الثاني وغلطه معتاده من عبد الغني سجل منها. انا ما اعرفش اصلا هو خد خطوه يسيب وساب الباك وساب الفيرود وطلع بره اللعبه، سجل بسهوله. الفكره كلها برضو ان الشوط الثاني احنا انضغطنا، ففريرا قرر يسحب سيف جعفر اللي مجهوده قل، ونزل سيد نيمار اللي قلبها ورجع حمزه المسوسي مساك ثالث ولعبنا 5. اتقفلت الدنيا انه بقى في مساحات لينا ان احنا نقدر نتحرك. كان ممكن نضاي يسجل في كوره سيف برضو عدى من الباك وحطها له، لو كان بس سندها وزقها او حط بس سنه سرعه كده كان انفراد. وبعد كده جه الجون الثاني اللي هو صناعه جميله جدا من زيزو، عدى من بن رمضان ولعبها بالعرض حطها سيف الجزيري الجون الثاني. موقف في المجموعه صعب الحقيقه، تاهلنا يعني عشاننا في ربنا ان شاء الله. بتمنى الامور اخيرا تظبط وتهدى في النادي يعني وبتمنى الدوله تتدخل وتحسم موضوع مجلس الاداره. ما ينفعش اللي احنا فيه ده، لازم قرار حاسم. وان شاء الله نشوفكم على خير. شكرا لكم، السلام عليكم.